تعرف قصة الشيخ اللي أرعب نابليون؟ تعال أحكي لك. تتخيل إن بدأ الثورة ضد نابليون ما كانش ضابط ولا جندي ولا حتى زعيم قبيلة؟ كان شيخ ولابس جبة وعمامة، ما مسكش سيف، لكن كلمته كانت أقوى من المدفع. استنى، خليني أحكي لك القصة من الأول. بيقول عبد الرحمن الجبرتي في عجائب الآثار في التراجم والأخبار في الجزء الثالث، وكمان اتذكر في مذكرات نابليون بونابرت إن سنة 1798 نابليون بونابرت دخل مصر وهو فاكر إن البلد خاضعة والناس ساكنة. وزع منشورات بيقول فيها أنا مش جاي أحتلكم، أنا جاي أحمي الإسلام. بس الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إنه كان بينهب ويقتل وعايز يخلي مصر مزرعة فرنسية. وهنا بيظهر البطل الحقيقي، الشيخ عمر مكرم. الراجل ده مسكتش ووقف في وسط الجامع الأزهر ووشه مليان غضب وقال بصوت جهوري: والله لا نقبل ذل ولا احتلال، ومن قال إن العدل يأتي من فوهة المدفع فقد كذب. الناس اتجمعت حواليه وكأنها بتسمع صوت الحق بعد صمت طويل، وبسرعة الأزهر بقى مركز للثورة، والرجالة والستات والشيوخ والشباب كلهم اتجمعوا وبدأوا يجهزوا نفسهم للمواجهة. خرجوا من الأزهر زي الطوفان، ناس بتجهز إزاز فيه نار، وناس ماسكة سكاكين، وناس بتحصن في الأزقة، وولعت الشوارع. ثورة القاهرة الأولى اتفجرت في كل مكان. الفرنسيين اتصدموا، ما كانوش متخيلين إن ده ممكن يحصل. ناس عادية من غير تدريب عسكري بتحاصرهم وتقتل فيهم وتمنعهم حتى من النوم. نابليون كتب في مذكراته: ما رأيت مقاومة أشد مما رأيت في القاهرة، شعب بأكمله تحول إلى جيش. قول لي بقى، كم مرة التاريخ خبى عنك أبطال زي عمر مكرم؟ كم شيخ وكم فلاحة وكم شاب مصري عمل معجزة؟ لو دي أول مرة تعرف القصة، شاركها عشان بطولات زي دي ما تستحقش تتنسي، واستناني في القصة الجاية.